صباح النور، تحية رياضية للجميع. كما تابعنا يوم أمس أجريت مقابلة السد الثانية بخصوص الفرق، الصفوة أي القسم الوطني الأول والقسم الوطني الثاني. مقابلة اللي احتضنا الملعب الكبير بأكادير وجمعت بين فريق حسنية أكادير ورجاء بني ملال. كما تنعرفوا أن مقابلة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي 0-0، وهذا مما حتم على الفريقين أنهم يدخلوا لهذه المقابلة والأعين ديالهم على تحقيق نتيجة الانتصار ولا شيء غير الانتصار، إلا بغاو يظفروا بالبطاقة الثانية الخاصة بالفرق اللي غتخوض منافسات الدوري الاحترافي الموسم المقبل بحول الله. مقابلة كما تابعنا كانت قوية وعرفت ندية دخلوا الفريقين بتحفظ كبير، لأنهم تعلموا بأن هذه الفرصة الأخيرة أمامه لتحقيق المبتغى، وهو بالنسبة للفريق حسنية الأكادير الحفاظ على المكانة ديالو ضمن فرق الصفوة، وبالنسبة لفريق رجاء بني ملال إذا ما أراد تحقيق البطاقة الثانية الخاصة بالصعود للقسم الوطني الأول، خاصة هو أنه بصم هذا الموسم على موسم جيد وحقق نتائج طيبة شفعت له أنه يلعب مقابلة السد. مقابلة عرفت حضور جماهيري كبير لساند فريق حسنية أكادير، لأن الناس ديال سوس كلهم تعلموا بأنها الفرصة الأخيرة إذا ما أراد فريق حسنية أكادير أنه يحافظ على المكانة ديالو ضمن أندية النخبة. وبالفعل هذا ما تأتى بحيث أنه استطاع يخرج منتصر بإصابة لصفر. هدف اللي خلى فريق حسنية أكادير يخرج من عنق الزجاجة ويحافظ على المكانة ديالو ضمن أندية القسم الوطني الأول الاحترافي بعد موسم شاق مليء بالمشاكل، مليء بالصراعات الداخلية اللي أثرت على الفريق الأكاديري، واللي زاد من صعوبة المأمورية هي كثرة الترحال ديالو بين الملاعب هذا الموسم. إذا هنيئا لفريق حسنية أكادير بالحفاظ ديالو على المكانة ديالو ضمن أندية الصفوة. هارد لاك الفريق رجاء بني ملال مع المدرب ديالو البكاري اللي بسموا على موسم جيد، وكانوا حتى هما يستحقوا انهم يكونوا في القسم الوطني الاول، ولكن هذه هي كرة القدم، بحيث ان دائما تتبتسم الفريق اللي تكون مركز اكثر، الفريق اللي تكون عنده عزيمة اكثر واراده اكثر. اذا نتمناو ان الموسم المقبل ان شاء الله حسنية أكادير يرجع المكانة ديالو الطبيعية، وهي أنه يكون دائما ضمن قائمة الفرق اللي تتنافس على المراكز الأولى. وكما سبق وقلنا السنة المقبلة غادي نشوفوا ديربي سوس بين فريق حسنية أكادير وأولمبيك تشيرا. نتمناو أن الناس ديال سوس يضافروا الجهود ديالهم ويساعدوا الفرق ديالهم باش هذيك المنطقة تكون دائما ممثلة في القسم الوطني الأول. إلى اللقاء في إطلالة أخرى ومع قراءة أخرى في كرة القدم الوطنية.